listen without tempo. Hey Zam in the zone, yeah the mic stay official. Muhammad Osama talking facts, no artificial. Listen without tempo, deep in the rap memo. Egyptian hip hop history, hear it from the real flow. صباح الجمال على السميعة، حلقة جديدة من غير تيمبو، بيف راب اور داي. كل ما ادخل على ديس 96 غرزة او ديس على الرايق الاقي كلام كتير ونقاشات كتير وناس بتسأل اسئلة كتير عن تفاصيل الحكاية من اولها لاخرها، ومين غلطان ومين غلط في مين ومين شتم مين. الموضوع عليه سبوت لايت اكتر مما انا كنت متصور يعني. وبعدها لقيت في بعض الاحيان ناس بتبعت لي لينكات من مجتمع تيك توك. انا مش اكتف قوي على تيك توك غالبا بيبقى الجينزي اكتر، وانا راجل جين واي، فتلاقيني على الفيسبوك بتاع العواجيز اكتر يعني. فبقيت اشوف نقاشات ومين غلط مين بدأ مين عمل مش عارف ايه، حاجات زي كده. انا عايز اقول حاجة، عايز اعترف بيها للمرة الاولى يعني. انا مش فاكر كل تفاصيل البيف ده يعني. انا مش فاكر في حاجات الناس بتحكيها انا فعلا مش فاكرها يعني. مش فاكر انها حصلت او ما حصلتش، او ما عنديش علم كافي بالموضوع يعني. مش عايز اصدمك واقول لك ان انا مش انسب شخص يحكي لك قصة البيف ده، لان انا فعلا في حاجات انا مش ممكن اكون مش عارفها اصلا، ده حقيقي. وطلعت اسجل الفيديو ده من غير ما اعمل اي دراسة يعني، من غير ما اعمل اي ريسيرش. انا طالع احكي الفيديو ده من اللي انا فاكره يعني. انا فاكر يعني، انا هحكي لك انا فاكر ايه بالظبط. اللي انا فاكره عزيزي ان البيف ده بدأ في 2018 وتقريبا خلص قبل يعني على 2000. هو خلص يعني. انا بالنسبه لي بيف يعني دس على الرايق ده نهايه البيف بالنسبه لي. حتى ما اعرفش في بعد كده حاجه حصلت ولا يعني. انا بالنسبه لي كان نهايه الموضوع يعني. هو احد الناس اللي تسببوا في اندلاع هذا البيف الحقيقه يعني كان ياسين زهران، بس مش بالعمد يعني. سير خناقه حصلت عند ياسين زهران. اللي انا فاكره يعني ان احنا كان لورد دخل علق، معرفش كتب ايه، وقمت رادد عليه، او مدورين الفشخ في بعض، قام رايح كاتب عنده على البروفايل عنده منشور كده بيشتمني فيه. فقمت داخل بقى رادد عليه، وقعدنا نشلوح في بعض كده فتره. نشلوح في بعض دي فيها نوع من التقدير المبالغ فيه اللورد، والحقيقه مش ده اللي حصل. هو اللي هو زعل جامد يعني. ولكن دي كانت البداية. في الفترة دي كنت أنا على تواصل مع خيري ومع هيكتور، أدولف هيكتور، ولسبب ما كل واحد فينا سخن على إن إحنا يلا نعمل ديس. الحقيقة إن أنا على مدار حياتي في الراب من أول ما بدأت، ومن أول ما بدأت عالم الديسات يعني، ما عنديش خلاف شخصي فعلا مع الشخص اللي انا بدسه يعني. ما عنديش خناقه شخصيه معاه، ما عنديش يعني. لو قابلته في الشارع هيبقى بالنسبه لي انسان عادي جدا. ما عنديش عداوه ناحيته كشخص، ما عنديش. بس انا بالنسبه لي دي بتبقى نماذج او زي تارجت. انت لازم يكون عندك تارجت معين عشان تقدر تعمل ديس كويس يعني. فحصلت لي نفس الحاله اللي حصلت في الديس في البيف بتاع دراجون، وقررت ان انا لازم ادخل بقى ان احنا. بس حسيت ان هو يعني ممكن تعتبروها تعالي وقتها او ايا كان، بس حسيت ان هو يعني اقل من ان انا يعني لا يعني احنا عايزين حاجه جامده، عايزين بقى زي اتحاد كده وضربه تقيله يعني. فمن هنا اتولد المشروع. قعدنا نتكلم في الموضوع ونحكي طب هنقول على بيتات عامله ازاي، طب هنعمل بيتس مش عارف ايه وبتاع. المهم استقر الامر على بيتات جاهزه، وكانوا من اختياري. هم كانوا 2 بيتس كانوا من اختياري، انا اللي اخترت البيتس. واتفقنا على السيناريو ان احنا هنبدا الاول بجد ونقلبها ساركازم. ودي طريقه الطرق اللي انا المحببه الى نفسي يعني. وانا من نوعيه الناس اللي بتحب ان في الدسات ان انت تغير البيت، ان انت دايما اللي بيسمع يبقى عايش معاك رحله كده، ما تبقاش يعني. انا بحب اعمل ده وعملته كتير قوي. حتى عملته في عراي بعد كده يعني، وعملته في بيف دراجون، عملته في ديس اعدام. فاشتغلنا على الموضوع ونزلنا
بالجوهرة الخالدة التي لا تزال يعني جوهرة من جواهر الراب المصري، وهي 96 غرزة. فالسين ولع يا معلم، السين ولع، ولقيت كمية بشر بتدسني معرفش ولا واحد فيهم، حقيقي معرفش ولا واحد فيهم، لدرجة ان انا بطلت اسمع، سمعت دس او ما كملتش، بطلت اسمع. وقلت ايه، انا اقعد بقى ايه، استنى الحفلة دي ما تخلص عشان ننزل بواحد متين في الاخر وننهي الليلة دي. فلان نزل دس واسامه مش عارف ايه وبتاع، يلا ها اللي بعده، فلان دس اللي بعده، يعدي اسبوع واحد، ايه الله ايه ده، ماشي. كل بقى الشله كلها، فاهم. انا على مدار تاريخ يعني المواضيع دي بقيت بلاحظ دايما لما بيبقى شخص واحد قدام ناس كتير، ايا كان مستواه، ده مش معناه ان انا كنت اقل، لا انا كنت احسن منهم، يعني كنت حاطط على كل الحاجات اللي بتنزل دي من وجهه نظري يعني. طبعا ليك راي تاني مختلف ويحترم وكل حاجه، لكن كنت بشوف عادة ان لما واحد بس يقف قدام ناس كتير هو اللي بيكون ظاهر، يعني هو اللي بيكون ظاهر جدا. وبشوف ان ليس من الذكاء ان انت تدخل يكون في واحد مثلا كله بيضرب فيه وتقوم انت داخل ضارب فيه معاهم، فاهم. مش حركة ذكية منك قوي ان انت تخش في نفس التوقيت وتضرب، مش حركة ذكية، لا انت لازم تكون عندك مساحة منفصلة لوحدك وخناقة لوحدك مع الرابر ده عشان انت تبان وتظهر، يعني ده نوع من الذكاء اللي المفروض ان انت طريقة تفكر بيها عشان تبان يعني. ما حصلش ده طبعا، وكله اي حد بقى كان معدي بقى يعني اي حد كان بينزل يسهر معاهم مع كل شله رابر كان بيقوم مسجل له اي حاجه، يلا محمد بس عندنا خناقه مع محمد بس، يلا ننزل نعمل لسه مع محمد بس. فطبعا سمعت حاجات يعني سيئه جدا الحقيقه، وسمعت حاجات كويسه، بس انا فعلا ما فيش حاجه معلقه في ذاكرتي بالمعنى الحرفي يعني. وكان عندي نظره ازدرائيه يعني الكوميونتي ده كله، يعني هذا المشروع كله ما كانش عندي نظره. انا دلوقتي غيرت رايي، شايف انه مشروع محترم جدا دلوقتي يعني، بس وقتها ما كنتش شايف كده. احنا بنتكلم في من 8 سنين على فكره، او كام، احنا 2026، خناقه دي 2008، بنتكلم في من 8 سنين. نزلنا بالدس، هم نزلوا دسات كتير، قعدت انا فضلت بقى مستني لحد ما الليله دي تخلص. طبعا اعتقد خيري مشى في حوار في دس لوحده، وبعد كده هيكتور ما عرفش راح فين. المهم يعني ما كانش في عندنا اتفاق ان احنا هنرجع نعمل ديس تاني سوا، يعني هي كانت المره دي بس، لحد ما انا لقيت الهوجه خفت والدنيا راقت ومش عارف ايه وبتاع. قعدت بقى ايه، اظبط بقى الدس بقى الرايق اللي هننهي بيه الليله دي، وانا سميته على الرايق اصلا لان انا كنت واخد وقتي فيه، يعني انا كنت قاعد بظبطه وبهندسه على الرايق، ده حقيقي. يعني هم كان عندهم قوانين غريبه قوي يعني، وانا عمري ما التزمت بالقوانين دي الحقيقه، ان مين اللي يرد اسرع من التاني. يعني كنت بلاحظ الحكايه دي. افتكر كان في رابر اسمه دوشه، كان مش عارف دخل في خناقه مع مين، ونزل 3 ديسات في نفس السهره ومسحهم ال3 تقريبا على ما اتذكر، يعني كانت حاجات سيئه، ولا اول ما مسحهمش مش فاكر بصراحه. اعتقد موضوع انك تنزل ديس وتمسحه دي سابقه تعد الاولى من نوعها مسجله باسم لورد يعني، وده حصل بعد ديس على الرايق، رد باين بعدها بيوم ولا باين، وقعد ينزل ديسات ويمسحها، ودي كانت حاجه انا اول مره اشوفها في حياتي، اول مره اشوفها في حياتي. يعني انت ليه عايز ترد بسرعه؟ ما ترد براحتك يعني، ما تقعد اسبوعين ترد، يعني مش هتفرق في ايه؟ مش فاهم هتفرق في ايه انك رديت عليا بعد ربع ساعه ديس تعبان، يعني هتفرق في ايه؟ ما انت خسرت يعني، مش فاهم يعني، ما اعرفش ايه قيمه الموضوع ده بصراحه. انا عن نفسي انا من الناس اللي تاخد وقتي، يعني ممكن ارد بعد سنه، انا حر، اقعد سنه وبعدها ارد، انا حر. وانت ماضي معايا عقد، مديني شروط اعمل الدس امتى، انا براحتي. المهم على الرايق نزل وخلصت الحكايه والموضوع انتهى، وتحول على الرايق لجوهره اخرى من جواهر الراب المصري. والدسين دول انا مش هعمل عليهم اي ماركتنج خالص، يعني لما تخش على اليوتيوب هتلاقي ان كل الفيوز والتعليقات والحاجات دي كلها اورجانيك حقيقيه تماما، من غير اي تسويق، من غير اي ماركتنج، مفيش جنيه اتصرف على التراكات دي، مفيش جنيه اتصرف تسويق على التراكات دي. فهو بيف مهم، وبيف مهم بالنسبه لي، يعني أنا عملت فيه حاجات كويسه يعني كسكيلز واداء ودليفري وحاجه، عملت حاجات كويسه جدا. فانا بشكر راب اورداي وبشكر لورد طبعا، وله مني كل التحيه. مفيش اي ضغائن، مفيش اي، انا قبل كده على الفيسبوك ما عنديش اي مشاكل شخصيه مع اي حد.
وعايز اقول برضو ان ده بروجكت يعني من البروجكتات اللي لازم تكون مستمره وموجوده، يعني بغض النظر عن ان انا ممكن يكون مش بيستهويني النوع ده قوي من اللي هو باتل راب ومش عارف ايه وتمسك المايك وترد عليه، يعني مش بيستهويني قوي الحكايه دي، ماليش فيها قوي يعني. مش اللي اقعد اتفرج على حلقه من مش مهم، ما يهمنيش قوي الحكايه دي، بس ده لازم يبقى موجود يعني دي حاجه هي مرتبطه قوي بالكالتشر بتاعت الهيب هوب، فلازم تبقى موجوده. فده اللي انا فاكره. وانا عايزكم في التعليقات اللي يفتكر حاجه انا مش عارفها يا ريت ينورني بيها، وانا اكون سعيد وهاني شاكر جدا يعني. وبس يعني اتمنى تكونوا استمتعتوا، واشوفكم الحلقه الجايه.